صباحكم زي الفل. لو أول مرة تسمعوني، أنا دينا، وده بودكاست قعدة أمهات. عايزة أكلمكم النهاردة عن الزعيق للأطفال. الزعيق يا جماعة عمره ما بيخلص الموقف، بس بيفضل عايش جوه الطفل طول العمر. في ناس كتير فاكرة إن التروما عند الأطفال لازم تكون بسبب الضرب، وإن طول ما احنا ما بنمدش إيدينا على عيالنا يبقى احنا كده في الأمان. بس الحقيقة أعقد من كده بكتير. الطفل مش بيفسر اللي بيحصل بعقلنا احنا الكبار، هو بيفسره بإحساسه. ولما بيعيش في بيت الصوت العالي فيه هو اللغة الأساسية، والزعيق هو أول رد فعل على أي غلطة مهما كانت بسيطة، بيبدأ جسمه وعقله يتعاملوا مع الحياة كأنها مكان غير آمن. هو ممكن ينسى المواقف، ينسى كان عنده كام سنة لما زعقتيله، وينسى كمان هو اتزعقله ليه. بس الإحساس عمره ما بيتنسي. الإحساس بالخوف، الإحساس إنه لازم يمشي على طراطيف صوابعه علشان ما يغلطش، الإحساس إنه طول الوقت مستني هو الانفجار اللي جاي إمتى. وده اللي بيفسر ليه ناس كتير وهم كبار أول ما بيسمعوا حد بيعلي صوته بيحسوا بضربات قلبهم بتزيد ونفسهم بيضيق وإيديهم بتعرق حتى لو الزعيق ده مش متوجه ليهم. جسمهم افتكر قبل عقلهم، افتكر سنين كان فيها الصوت العالي معناه خوف. وده شيء الدراسات في علم النفس والصدمات النفسية اتكلمت عنه كتير. الجهاز العصبي بيتعلم من التجارب المتكررة خصوصا في الطفولة، ويفضل يستجيب لها حتى بعد مرور سنين طويلة. لكن هنا أحب أقول حاجة مهمة جدا لكل أم بتسمعني. أنا مش بقولك الكلام ده خالص علشان أزود إحساسك بالذنب، بالعكس، أنا مؤمنة إن أغلب الأمهات بيحبوا ولادهم حب عمرهم، ولو كان الحب ده لوحده كفاية كان كل الأطفال طلعوا بدون أي جروح نفسية. لكن المشكلة إن الحب لوحده ما بيمنعناش من الغلط. كلنا بنتعب وكلنا بنضغط، كلنا عندنا مسؤوليات وشغل وبيت وأكل وتنظيف ومذاكرة ومشاكل. في لحظة واحدة ممكن الطفل يعمل حاجة بسيطة بالنسبة له، بس بالنسبة لك ده بيبقى الانفجار. بتنفجري فيه وبتزعقي، وممكن تشدي الطفل بعنف، يمكن كمان تمدي ايدك، بس بعدها ب5 دقايق بنقعد نعيط وما بنعرفش ننام ليلتها. بتفضلي قاعدة طول اليوم بتجلدي نفسك، وبالليل بتجلدي نفسك وبتقولي أنا أم وحشة، أنا أم فاشلة، أنا بوظت ابني. بس الحقيقة إن الشعور بالذنب لو وقف بس عند مجرد جلد الذات عمره ما هيغير حاجة. اللي بيغير فعلا إننا نسأل نفسنا سؤال مختلف. ما نسألش نفسنا هو أنا أم وحشة، لأ، تسألي نفسك إزاي أبقى بكرة أحسن. التربية مش امتحان يا إما نجحنا فيه يا إما سقطنا. التربية دي رحلة طويلة، وكل يوم فيها فرصة جديدة. أنا بحب جدا فكرة إن كل يوم الصبح يبقى بداية جديدة. أصحى وأقول لنفسي أنا النهاردة ههدي صوتي، أنا النهاردة هعد ال10 قبل ما أرد، أنا النهاردة لو حسيت إني هزعق لابني وانفجر هدخل في أوضة وأقعد دقيقة لوحدي. مش علشان ابني كامل، بس علشان أنا عايزة أبقى النسخة اللي هو يستحقها. هتحصل انتكاسات، ده أكيد. هيجي يوم هتزعقي، ويوم تاني هتحسي إنك فقدتي السيطرة. بس اوعي تقولي خلاص ولا تستسلمي، لأن الإنسان بيتغير بالتكرار وبالممارسة. لو زمان كنت بتزعقي لابنك 10 مرات في اليوم وبعد شهر بقوا 5 مرات، ده نجاح. لو بقوا مرتين ده نجاح. لو بقت مرة كل كام يوم ده كمان نجاح. احنا محتاجين نحتفل بالتقدم اللي بنعمله حتى لو بسيط كل يوم، وما نجلدش نفسنا عشان احنا ما وصلناش للكمال. وفي نقطة تانية مهمة، الأطفال اللي احنا بنوصفهم إن هم عناديين هم بيكونوا في الحقيقة عايزين يحسوا بالأمان. الطفل لما بيحس إن البيت هادي وإن أمه شخص متوقع وردود أفعالها مفهومة، هو كمان بيبدأ يهدى. الأطفال بينظموا مشاعرهم من خلالنا. احنا لو هادين هم هيتعلموا الهدوء، ولو احنا انفجاريين هم بيتعلموا الانفجار على أبسط المواقف. وده مش معناه ان احنا نبقى امهات مثالية، لان الام المثالية دي مش موجودة. بس في ام بتحاول، واحيانا المحاولة المستمرة اهم بكتير من الوصول للكمال. في النهاية لو عايزاكوا تخرجوا بحاجة من الحلقة دي، عايزاكي تبقي عارفة ان ابنك مش محتاج ام عمرها ما غلطت. هو محتاج ام لما بتغلط بتعترف وبتعتذر وبتحاول مرة تانية.
هو محتاج يشوف إن الإنسان ممكن يغلط بس هو يقدر يتغير، ومحتاج يعيش في بيت حتى لو فيه مشاكل وضغوط يفضل حاسس فيه بالأمان. لأن في الآخر إحنا مش بنربي أطفال يعرفوا يقروا ويكتبوا، إحنا بنربي بشر، بنبني شخصيتهم، بنزرع جواهم الإحساس اللي هيفضل معاهم وهم عندهم 20 و30 و50 و60 سنة كمان. كل كلمة بنقولها، كل نبرة صوت، كل حضن، كل مرة اخترنا فيها الهدوء بدل الصريخ هي استثمار حقيقي في مستقبلهم النفسي. وده يمكن يكون أغلى ميراث ممكن نسيبه لأولادنا. وفي الآخر يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست قعدة أمهات.